ازاي تقول باللغة الألمانية أنا أتحدث اللغة الألمانية وهذا سهل جدا بالنسبة لي ولكن ليس سهلا جدا بالنسبة لك، وأنا أقرأ اللغة الألمانية وهذا ليس صعبا جدا بالنسبة لي ولكن صعب جدا بالنسبة لك، وأنا أتعلم اللغة الألمانية وده رائع جدا بالنسبة لي ولكن ليس رائعا جدا بالنسبة لك. ازاي اقول كده بالألماني؟ ركز معايا. دلوقتي لو انا عايز اقول على اي حاجة هذا يكون هقول das ist. das ist معناها هذا يكون. حلو. طيب هذا يكون سهل، كلمة سهل في اللغة الألمانية معناها einfach. طيب يعني لو عايز اقول على اي حاجة هذا يكون سهل das ist einfach. das ist einfach. اقف هنا دقيقة واحدة. شفت كلمة einfach دي صفة ان انا بوصف ان الحاجة دي سهلة، صح كده؟ طب ممكن اوصف ان الحاجة دي صعبة؟ كلمة صعب في اللغة الألمانية معناها schwierig. فانا لو عايز اقول ان ده صعب هقول ايه؟ das ist schwierig. حلو، ركز معايا. يعني انا دلوقتي ممكن اعمل من الجملة بس دي اللي هي das ist einfach ملايين الجمل. هذا سهل، هذا صعب، هذا رائع، هذا ممتع، هذا شيق، هذا ليس صعب. حلو كده؟ تمام. يعني هذا رائع معناها ايه؟ das ist toll. toll معناها يعني رائع. فلو عايز اقول هذا يكون رائع das ist toll. ركز معايا بقى. دلوقتي لو انا عايز اقول كلمة بالنسبة لي معناها für mich، فانا لو عايز اقول هذا يكون سهل بالنسبة لي das ist einfach für mich. ده سهل بالنسبة لي. طب لو عايز اقول ده سهل جدا بالنسبة لي، كلمة جدا في اللغة الألمانية معناها sehr. فلو عايز اقول ده سهل جدا بالنسبة لي das ist sehr einfach für mich. das ist sehr einfach für mich. طيب ركز معايا. انا اقدر اعمل من الجملة اللي انا خدتها دي مئات وملايين الجمل. ممكن اقول ايه بدل ما اقول هذا يكون سهل جدا بالنسبة لي، اقول هذا يكون سهل جدا بالنسبة لك. هذا يكون سهل جدا بالنسبة له او بالنسبة لها او بالنسبة لهم او بالنسبة لنا. فدايما لما اجي اقول الجملة دي هقولها كده، ده سهل جدا بالنسبة لي das ist sehr einfach für mich، او ده سهل جدا بالنسبة لك das ist sehr einfach für dich. حلو قوي، ركز معايا. خلاص يبقى انا دلوقتي لو عايز اقول على اي حاجة ده سهلة انها سهلة جدا بالنسبة لي das ist sehr einfach für mich. حلو قوي. طب ركز معايا. كلمة مش سهل، لو انا عايز اقول ده مش سهل بالنسبة لي، كلمة مش في اللغة الألمانية معناها nicht. كلمة مش في اللغة الألمانية معناها ايه؟ nicht. دلوقتي لو انا عايز اقول ده مش سهل بالنسبة لي، هذا لا يكون سهل بالنسبة لي، هقولها ازاي؟ das ist nicht einfach für mich. ده مش سهل بالنسبة لي. طب ممكن اقول ده مش سهل بالنسبة لك، اعمل ملايين الجمل من الجملة دي بتاعت ده مش سهل جدا بالنسبة لي. مثلا هذا ليس سهلا جدا بالنسبة لي كان معناها ايه؟ او هذا سهل جدا بالنسبة لي كان معناها ايه؟ ها؟ das ist sehr einfach für mich. حلو. ممكن نعمل ملايين الجمل من الجملة دي. قلنا هنغير بالنسبة لي ونخليها بالنسبة لأي حد، بالنسبة لأحمد، بالنسبة لي، بالنسبة لأي بني آدم. حلو قوي. تمام. ممكن أقول على فكرة ده مش سهل جدا، ده سهل جدا بالنسبة لأحمد das ist sehr einfach für أحمد. سهلة صح؟ für وهتحط الاسم، تحط الضمير، يا إما هتحط إن هو بالنسبة لي أو بالنسبة له أو بالنسبة لنا، أو الاسم بتاع الشخص بالنسبة لأحمد، بالنسبة لمريم، بالنسبة لوفاء، أيا كان الاسم يعني. المهم مش عارف الاسم اللي جت في دماغي دي. المهم طيب لو عايز أقول هذا ليس سهلا جدا بالنسبة لي das ist nicht einfach für mich. طب ممكن نعمل من الجملة دي ملايين الجمل. ده مش سهل بالنسبة لأحمد، ده مش سهل بالنسبة لنا، ده مش سهل بالنسبة له، ده مش سهل بالنسبة لأي حد. ممكن تعمل كده. حلو قوي. طب ركز معايا. فعل يتعلم في اللغة الألمانية معناه lernen. أنا أتعلم ich lerne. أنا أتعلم اللغة الألمانية ich lerne Deutsch. حلو قوي. ركز معايا. لو أنا عايز أقول بقى أنا أتعلم اللغة الألمانية، ده سهل جدا بالنسبة لي ich lerne Deutsch. das ist sehr einfach für mich. ربطنا الجملتين ببعض. ركز. أنا أتعلم اللغة الألمانية ده سهل جدا بالنسبة لي ich lerne Deutsch. das ist sehr einfach für mich.
حلو قوي. طب دلوقتي لو انا عايز اقول انا بتعلم الماني وده سهل جدا، وي خدناها المره اللي فاتت كان معناها ايه؟ اوند. طيب كون الجمله انا بتعلم الماني وده سهل جدا بالنسبه لي. Ich lerne Deutsch und das ist sehr einfach für mich. حلو قوي. طب ركز معايا، ممكن اقول ايه؟ انا بتعلم الماني وده مش سهل جدا بالنسبه لي. ها؟ Ich lerne Deutsch und das ist nicht sehr einfach für mich. حلو قوي. شايف الجمله الكبيره اللي قدامك على الشاشه دي؟ هنغير كلمه für mich، هنحط اي كلمه احنا عايزينها. اي بني ادم مش سهل جدا بالنسبه لك، قولها كده. Ich lerne Deutsch und das ist nicht sehr einfach für dich. بالنسبة لأحمد، بالنسبة لها، بالنسبة لهم، بالنسبة لنا، كل ده جميل. ممكن نعمل من الجملة دي ملايين الجمل، وزي ما قلت لك هي دي الطريقة الصح اللي بتتعلم بيها ألماني أو أي لغة في العالم. عشان ما أطولش عليك، جملة أنا بقرأ ألماني، فعل يقرأ في اللغة الألمانية معناه lesen. أنا أقرأ ich lese، أنا أقرأ اللغة الألمانية ich lese Deutsch. حلو قوي، ركز معايا. أنا أقرأ اللغة الألمانية، جميل جدا، ich lese Deutsch. وعايز أقول، طب اربطها لي كده مع الجملة اللي خدناها فوق، أنا بقرأ ألماني وده سهل جدا بالنسبة لي. هتتقال إزاي؟ ich lese Deutsch und das ist sehr einfach für mich. حلو قوي. طب ممكن دلوقتي تقول لي أنا بتعلم ألماني وده سهل جدا بالنسبة لي لكن مش سهل جدا بالنسبة لك. بص الجملة الجامدة اللي عملناها، أنا بتعلم ألماني ich lerne Deutsch وده سهل جدا بالنسبة لي und das ist sehr einfach für mich. لكن ده مش سهل جدا بالنسبة لك. طب ثانية، ده مش سهل جدا بالنسبة لك معناها ايه؟ das ist nicht sehr einfach für dich. حلو قوي. كلمة لكن في اللغة الألمانية معناها ايه؟ معناها aber. كلمة لكن في اللغة الألمانية معناها aber. طب ممكن نكون كده الجملة الكبيرة دي على بعضها، هتبقى ايه؟ ich lerne Deutsch und das ist sehr einfach für mich aber das ist nicht sehr einfach für dich. بكل بساطة. طب كده عندنا خدنا جملة، بص احنا خدنا ايه عشان ما تتوهش مني لغاية دلوقتي؟ فعل يتعلم في اللغة الألمانية معناه lernen، أنا أتعلم اللغة الألمانية ich lerne Deutsch. فعل يقرأ lesen، أنا أقرأ اللغة الألمانية ich lese Deutsch. ركز. فعل يتحدث معناه ايه بقى؟ sprechen، أنا أتحدث اللغة الألمانية ich spreche Deutsch. حلو قوي. أنا أتحدث معناها ich spreche، أنا أتحدث اللغة الألمانية ich spreche Deutsch. ركز معايا عشان اللي جاي مهم. طيب أنا بقول أنا أتحدث اللغة الألمانية ich spreche Deutsch. تعال نربطها بالجمل اللي فاتت، تعال نكون القطعة الكبيرة ونقفل الفيديو يلا. أنا أتحدث اللغة الألمانية وده سهل جدا بالنسبة لي لكن ليس سهلا جدا بالنسبة لك. أقول لك على حاجة، كون كده الجملة دي الأول. Ich spreche Deutsch und das ist sehr einfach für mich aber das ist nicht sehr einfach für dich. حلو قوي. ممكن نغير كلمة einfach، بدل ما أقول مش سهل بالنسبة لك أقول صعب بالنسبة لك. ممكن عادي صح؟ ممكن يعني الجملة الكبيرة اللي موجودة هي اللي قدامك على الشاشة دي، أنا أتحدث اللغة الألمانية وده سهل بالنسبة لي لكن ليس سهلا بالنسبة لك. شيل كلمة ليس سهلا وحط صعب، حط رائع، حط مثير، حط ممتع. تعال نكون جملة جديدة. أنا أتحدث اللغة الألمانية وده ممتع جدا بالنسبة لي. إيه الجمدان ده؟ إيه الجمدان ده؟ وده ممتع جدا بالنسبة لي لكن صعب بالنسبة لك. اقدر اقولها، تقدر تقولها. كلمة رائع في اللغة الألمانية معناها تل، فأنا لو عايز أقول ده أنا بتكلم ألماني وده رائع بالنسبة لي لكن ده صعب بالنسبة لك، هقولها إزاي؟ ها، ich spreche Deutsch und das ist، بدل ما كنت هقول einfach für mich هقول إيه؟ das ist toll für mich aber das ist، بدل ما هقول einfach schwierig aber das ist schwierig für dich. بالله عليك
اللغة مش سهلة بالنسبة لك دلوقتي، انت مستواك لو كان صفر فانت عالي، عرفت تتكلم وتقول جمل. طبعا انا كل ده بكلمك في موضوع ان انا بكلمك عمالين نلعب في ايه، في جملتين. احنا كل ده بنلعب في جملتين بنغير فيهم كلمتين ونربطهم مع بعض بأدوات ربط، احنا ما بنعملش حاجة. بس ما بالك لو انت بتتعلم اللغة بالطريقة دي، الموضوع هيبقى سهل وممتع بالنسبة لك بطريقة مش طبيعية. فلو حابب تتعلم الألماني بطريقة سهلة وبسيطة وسريعة، ابعت لي رسالة أو ادخل على الرابط اللي في البايو واشتري الكورس بتاعي. طيب، ممكن بقى تقول لي انت تحت في التعليقات، قول لي انت تحت بقى: انا اتحدث اللغة الألمانية وهذا سهل جدا بالنسبة لي ولكن ليس سهلا جدا بالنسبة لك، وانا اقرأ اللغة الألمانية وهذا ليس صعبا جدا بالنسبة لي ولكن صعب جدا بالنسبة لك، وانا اتعلم اللغة الألمانية وده رائع جدا بالنسبة لي ولكن ليس رائعا جدا بالنسبة لك.